النهارده بنبص بتمعن كده على تغييرات كبيرة قوي بتحصل في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. معانا مصادر جديدة بتتكلم عن أعمال التجديد الشاملة دي. الهدف إننا نفهم إيه اللي بيحصل، والأهم ليه التغييرات دي مهمة، خصوصا مع استعداد المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكمان كأس العالم 2030. خلينا نشوف إيه الحكاية. أول حاجة ويمكن أهم حاجة في البداية هي أرضية الملعب. المصادر بتقول إنهم بيركبوا عشب طبيعي جديد. العملية دي قريبة تخلص. الموضوع ده يبان بسيط بس أكيد ليه أهمية، مش كده؟ طبعا أكتر مما نتخيل كمان. العشب الطبيعي ده مش أي عشب، لا، ده بمواصفات معينة جدا، دي أساسيات عشان الملعب ده يبقى معتمد دوليا من الفيفا والكاف. يعني عشان جودة اللعب وكده؟ بالظبط، جودة اللعب أولاً وكمان سلامة اللعيبة. الأرضية دي هي أهم حاجة في الملعب، ولازم تكون مستواها عالي جداً عشان تستقبل الماتشات الكبيرة دي. فهمت. يعني دي خطوة أساسية للمستوى الدولي. طيب العشب الطبيعي ده بيحتاج عناية خاصة، وده يمكن ليه علاقة بالنقطة التانية، السقف الجديد للملعب. بيقولوا إن تركيبه ماشي بسرعة. أيوة، النقطتين مرتبطين ببعض جداً. السقف ده فيه تحدي هندسي بصراحة. إزاي يعني؟ يعني لازم يوفر ظل للمدرجات وللأرضية، وفي نفس الوقت لازم يسمح بكمية شمس وهواء كافية توصل للعشب عشان ينمو كويس. دي معادلة صعبة فعلا. ظل وشمس في نفس الوقت. بالظبط، بتحتاج تصميم ذكي ومواد معينة. ده اللي بنشوفه في أحدث الاستادات دلوقتي. تمام. طيب نطلع بره الملعب شوية. الواجهة الخارجية كمان بتتغير. بيقولوا في واجهة جديدة خالص، تصميم عصري بس بروح مغربية. صحيح، والنقطة دي مهمة جدا لأنها بتخلي الملعب مش مجرد مكان للكورة، لأ، ده بيبقى زي معلم للمدينة وللبلد. يعني رمز معماري وكده. بالظبط، لما بتدمجي الطابع المغربي الأصيل في تصميم حديث، ده بيدي هوية قوية للمكان ورسالة ثقافية كمان للعالم كله. ده بقى اتجاه أساسي في تصميم المنشآت الكبيرة عالميا. فكرة حلوة فعلا. طيب نرجع تاني لجوه الملعب للمدرجات. في كلام عن تركيب مدرجات جاهزة في المدخل الجنوبي. ايه الهدف منها دي؟ الهدف هنا حاجتين أساسيتين. أول حاجة واضحة هي زيادة عدد الكراسي، يعني سعة استيعابية أكبر للملعب. عشان الماتشات الكبيرة والنهائيات وكده. تمام، والحاجة التانية إن المدرجات دي بتكون أريح للجمهور وزوايا الرؤية فيها بتكون أفضل. وكمان بصراحة المدرجات الجاهزة دي بتتركب أسرع. بتسرع الشغل يعني. وده يودينا لنقطة الوقت. كل الشغل ده والمفروض يخلص حسب المصادر في مارس 2025. ده وقت ضيق قوي على مشروع زي ده. هو فعلا جدول زمني مضغوط جدا، وده معناه إن الشغل لازم يكون ماشي بأقصى سرعة وبدقة. الالتزام بالميعاد ده ضروري قوي. ليه ضروري قوي؟ عشان كأس الأمم الأفريقية في صيف 2025 الملعب لازم يكون جاهز تماما قبلها بفترة كافية للتجارب كمان. ما ينفعش يبقى فيه أي تأخير. يعني نجاحهم في الالتزام بالوقت ده هيبقى مؤشر مهم لكأس العالم 2030 كمان؟ أكيد مؤشر على قدرتهم على إدارة المشاريع الضخمة دي في مواعيدها. تمام. يبقى الصورة العامة اللي بنشوفها دلوقتي هي تحول شامل للملعب. أرضية عشب طبيعي عالمية، سقف حديث بتصميم ذكي، واجهة معمارية ليها هوية، ومدرجات جديدة أكبر وأريح. تماما، وكل خطوة من دول ما مش مجرد شكل، دي جزء من خطة أكبر عشان البنية التحتية الرياضية في المغرب توصل للمستوى العالمي المطلوب للبطولات الكبيرة. دي استثمارات بتوري حجم الطموح والاستعداد. وفي الآخر، بعيد بقى عن المباني والهندسة، يمكن السؤال اللي نسيبه للمستمعين يفكروا فيه: إزاي كل التغييرات دي ممكن تؤثر على التجربة نفسها؟ يعني الأجواء جوه الملعب الجديد ده هتكون عاملة إزاي للمشجعين، سواء المغاربة أو الأجانب، في البطولات اللي جاية دي؟ ده اللي الأيام هتوريه لنا.